الزمالك قبل السفر للكونغو بكره، وزي ما قلنا السفر هيكون الساعه 11 بالليل ان شاء الله، ونادي الزمالك هيعمل تمرين في ملعبه الساعه 4 قبل السفر. طيب هنكمل مع بعض اخبار نادي الزمالك، ويعني في بعض المشاكل كده زي ما سمعنا من عبد الحكيم. محمد عبد الشافي برضو ما جاش النهارده، وده ثالث او رابع يوم غياب متواصل عن تدريبات نادي الزمالك. بيقول مستحقاته الماليه ما خدهاش، وصبر كتير على الاداره وبرضو ما فيش فايده. عرفت النهارده من معلوماتي الخاصه نادي الزمالك او الاداره حطت له 30,000 جنيه في حسابه الخاص، لكن محمد عبد الشافي ليه 130,000 جنيه او القسط اللي ناقص له 130,000 جنيه. فمحمد عبد الشافي برضه رفض ال 30,000 جنيه وقال ان هو عايز فلوسه كامله، يا اما مش هيلعب في نادي الزمالك. وفعلا هو النهارده ما راحش التمرين، وبالتالي كابتن اسماعيل يوسف استبعده من رحله الفريق او مباراه مازيمبي القادمه. عمرو زكي كمان يعني خلاص بصفه نهائيه هيرحل عن نادي الزمالك، وقعد مع الكابتن اسماعيل يوسف وابدى له رغبه ان هو مش عايز يكون موجود الفتره اللي جايه، وعايز نادي الزمالك يوافق له على الرحيل. عرض من نادي جازنتيب التركي. العرض ده نادي جازنتيب التركي هيدفع حوالي 250,000 يورو لنادي الزمالك، وعمرو زكي هيتنازل عن مستحقاته اللي عند نادي الزمالك حوالي 6 مليون او 5 مليون وكسر. يعني كده عمرو زكي برده مش هيكون، وما سافرش كابتن اسماعيل يوسف، خرجه بره قائمه المباراه. وكابتن اسماعيل يوسف اعلن ان عمرو زكي خلاص يعني هو مش محتاجه في نادي الزمالك، او يعني مش بيفكر فيه في الفتره اللي جايه. كمان رزاق عنده مشكله. رزاق كان جاي من بنين، كان موجود في بنين مع منتخبه، وبقى له فتره كبيره جدا برضه غايب عن تدريبات نادي الزمالك. كان هو موقوف، وفي نفس الوقت كان برضه زعلان عشان ما خدش مستحقاته الماليه. الاداره فتحوا خط معاه حماده انور ومع وكيله احمد يحيى عشان يجي، واتفقوا معاه اللي هو هيدي له جزء كبير جدا، اداره الزمالك هتدي له جزء كبير جدا من مستحقاته. ومحدش قال له في التليفون ان الكابتن حسن شحاته خلاص ساب فريق نادي الزمالك او الزمالك سابه، يعني كده او كده. فرزاق جه وكان متخيل لسه ان الكابتن حسن شحاته هو المدير الفني لنادي الزمالك. الراجل اتصدم وعرف، وكان هو كده كده برضه جاي معاه عرض من نادي سيفاس سبور في تركيا. ولما عرف ان كابتن حسن شحاته ساب الزمالك يعني بدا يفكر كمان اللي هو مش عايز يكمل في نادي الزمالك، وصارح كابتن اسماعيل يوسف وقال له يعني بعد مباراه مازيمبي بشكل كبير جدا هسيب نادي الزمالك. ده كلام رزاق النهارده للكابتن اسماعيل يوسف بعد ما عرف ان الكابتن حسن شحاته استقال ومشي من نادي الزمالك. احمد حسن برضو لاعب نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر، بعد رحيل كابتن حسن شحاته بدا يفكر بجديه في الرحيل. والكلام ده كله اخبار مؤكده انا بقولها لكم من ناس مقربين من اللاعبين، وحاجات مؤكده من الفرقه، يعني كلام اتقال داخل فريق نادي الزمالك. احمد حسن جاي له عرض من نادي ليرس البلجيكي، وبدا في اتصالات ما بين احمد حسن والاستاذ ماجد سامي عشان احمد حسن ينتقل اللعب في الدوري البلجيكي. وبشكل كبير احمد حسن بعد مباراه مازيمبي هيبقى في قعده بينه وبين المسؤولين في نادي ليرس البلجيكي، عشان في دبانه رخمه جدا مضايقاني. يعني احمد حسن بعد مباراه مازيمبي هيكون في قعده بينه وبين المسؤولين في نادي ليرس عشان ينتقل ويشوف حل يفسخ بيه عقده مع نادي الزمالك بالتراضي. الكلام ده طبعا يعني اكيد يعني ما حدش يعرفه خالص، او حاجات يعني من جوه قوي، ممكن اللعيبه بعد كده تطلع تنفي لغايه ما ماتش مازيمبي يخلص، لكن الحاجات دي انا بقولها لكم ومتاكد منها مليون في الميه. كمان حازم امام، يعني مشاكل كتير جدا في فريق نادي الزمالك. حازم امام الصغير بيدي فرصه لنادي الزمالك لغايه ما بعد مباراه مازيمبي عشان حازم ياخد مستحقاته الكامله. بيقول برضه مش هيستمر في الزمالك في ظل تجاهل مجلس الاداره لعدم صرف مستحقات اللاعبين. دي اخبار نادي الزمالك. هاني سعيد لاعب نادي الزمالك بينفي حدوث ازمه بينه وبين حماده انور. انا مش عارف ايه الدبانه دي. بين حماده انور الاداري كان في كلام اتقال ان هو حصلت مشاده ما بينهم، لكن هاني سعيد بيقول بيحترم حماده انور جدا اداري نادي الزمالك ومفيش اي مشاكل، لكن هو طبعا عنده مشكله في مستحقاته. كلام كتير جدا على موضوع المستحقات بالنسبه للاعبي نادي الزمالك، وكان برضو الكلام موجود قبل كده ولكن زاد في الفتره الاخيره بعد رحيل الكابتن حسن شحاته. الزمالك بيصر على 1,500,000 دولار عشان يوافق على اعاره شيكابالا لنادي الوصل. نادي الوصل والمسؤولين في الزمالك والوصل يعني كانوا بيتكلموا اليومين اللي فاتوا ان الوصل عايز شيكابالا اعاره لمده سنه مقابل $1,000,000. الزمالك مصر على 1.5 مليون. سمعت يعني برضو كده ان اداره الوصل عندها استعداد تدفع 1.25 مليون، 1,250,000 دولار، لكن الزمالك مصمم على 1.5 مليون دولار. هل نادي الوصل هيستجيب لنادي الزمالك ويدفع 1.5 مليون عشان يستعير شيكابالا، ولا اداره نادي الزمالك بترفع
المقابل المادي يعني بغرض ان هم يعطلوا الصفقه او ما يسيبوش شيكابالا. هنشوف لو اداره نادي الوصل وافقت على 1,500,000 دولار هتحل القصه، وساعتها هنشوف رد فعل نادي الزمالك. الرد المفروض يكون يوم الاربعاء من اداره الزمالك، هل هي موافقه على، او اداره نادي الوصل هل هي هتدفع 1,500,000 لنادي الزمالك ولا لا في شيكابالا، 1,500,000 دولار.